هنا سوق الشيوخ، استثمار في الحدائق بدل التشجير، فتبقى فسحة الأطفال على ظهور الحمير. اركب الحنطور واتحنطر. في سوق الشيوخ اعتصام وغضب شعبي يستعر رفضا لمنح الحدائق للاستثمار. ناشدكم التدخل العاجل لإيقاف إجراءات استثمار الحديقة الواقعة وسط المنطقة السكنية، ومنع تحويلها إلى محال تجارية أو كافتريات، كونها تمثل متنفسا للأهالي. بينما ينضم العراق إلى أكبر حملة للتشجير في خطوة تهدف إلى استعادة الغطاء النباتي ومواجهة التصحر وتحسين البيئة وتوسيع المساحات الخضراء في المدن. العراق راح ياخذ من لبنان لقب سويسرا الشرق، وهدفها زراعة 50 مليون شجر. أما سوق الشيوخ فبعكس التيار تحول حدائقها إلى كتل إسمنتية، ويبقى أطفالها بلا متنفس يجوبون الشوارع لهوا بالحمير. فيما أكد الأهالي امتعاضهم من هذه الإجراءات التعسفية، منتفضين على واقعهم المرير ومطالبين بالحفاظ على المساحات الخضراء وعدم التفريط بها. من سوق الشيوخ باقر الجابري.